14-0. 14-0 دي نتيجة مباراة كرة قدم، مش نتيجة أي لعبة تانية ولا أي رياضة تانية، دي نتيجة مباراة كرة قدم. فرنسا كسبت جبل طارق 14-0. يعني فضيحة، فضيحة، دي أقل ما يقال عنها. في ربنا يستر علينا يا رب، ربنا يسترنا ما يفضحنا يا رب، ربنا يسترنا ما يفضحنا. النتيجة ديت والمباراة ديت كانت مباراة حلوة لكل اللعيبة. أي لاعب كان بص عايز يلعب ويعمل النهاردة إيه شو حلو كده كان ينزل الماتش ده. يعني أنت من عندك اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، امبابي كان فاضل له هاتريك ويجيب الهدف رقم 300 ليه في مسيرته، النهارده جاب الهاتريك سبحان الله وثواني بس. والجون التالت اللي هو جابه من نص الملعب، هو بس لمح الحارس كده من بعيد، لمح الحارس من بعيد طلع خطوتين ثلاثه قال لك بص من نص الملعب حطها حطه. يعني جمدان ده، غير بقى الكورتين اللي هو جابهم في الاول، هو جاب جون بلنتي وجون عادي كده اللي هو ايه طب خد جون اهو، والجون التالت كان اسطوري تمام. ده غير بقى غير الهاتريك الاسيست اللي هو عمله. يعني مثلا انت عندك فرنسا جابت 14 هدف، هو جاب منهم او ساهم منهم في كام هدف، في 6 اهداف، جاب 3 وعمل 3 اسيست. ده بالنسبه لمبابي كده، ده بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه بالنسبه لمبابي. تعالى بقى انت عندك واحد اسمه زير ايمري، الراجل ده عنده 17 سنه، اول ماتش يلعب فيه كمنتخب اول، هو الراجل نزل في اول 10 دقايق هوبا جاب الجون وهوبا اتصاب وهوبا طرد لاعب وهوبا خرج بره. عمل حاجات كتير قوي في اول ظهور ليه، اول ماتش يلعب فيه وهو عنده 17 سنه عشان يبقى اصغر لاعب يلعب في المنتخب ويحرز هدف، وجاب لك جون برضه يعني، وعمل ايه بصمه حلوه كده وطرد منهم لاعب عشان يبقى الملعب فضيحه. طيب ده بالنسبه لزير ايمري ومبابي. خش بقى على التالت مين؟ جيرو الراجل نزل نص ساعه ولا تلت ساعه جاب لك جونين، منهم جون دبل كيك كده، الراجل في منطقه السته بس برضه عمل دبل كيك وجاب جون حلو كده وجميل وراجل شياكه وبيعلي في الارقام بتاعته. عندك جريزمان برضه الراجل عمل له كام اسيست وجاب له جون والدنيا حلوه. عندك مثلا واحد اسمه فوفانا، الراجل اي حد كان عايز يجيب جون كان بيروح يجيب جون. الراجل جاب الراجل شوط من نص الملعب عادي وهتيجي جون. الحارس بتاع مرمى جبل طارق كان حارس تعبان، تعبان يعني تعبان، تحس ان هم ايه انتوا جايبينه منين الراجل ده. الراجل ده ما ينفعش يقف حارس مرمى، ما ينفعش يلعب كوره، اقسم بالله ما ينفع يلعب كوره. بقى اكتفيت؟ لا استنى، في بقى عثمان ديمبلي جاي في السكه. عثمان ديمبلي ما جابش ولا جون من اول الموسم، ولا جون من اول موسم 2023 2024 ما جابش ولا جون، جاب جون النهارده. الراجل نزل بديل وجاب جون. هي كانت مباراه غير متكافئه اطلاقا، المباراه غير متكافئه وباين من اول 10 دقائق، من اول 10 دقائق 12 دقيقه كده فجاه بقى في جونين ولا 3 جوان جون، فهوب ستوب لازم حد يوقف الماتش ده. يعني انا عمال كل شويه اقول يا جدعان يا جدعان لازم حد، اي حد يعمل اي حاجه في الملعب والماتش يقف. احصل فضايح ومحدش سمع مني، محدش سمع مني. واللي زاد المبالغ كتير ان هم اتطرد منهم لاعب في اول ربع ساعه. هي ناقصه، هي المسرحه ناقصه قتله. وصمه عار بالنسبه لفريق جبل طارق. بس انت لو فكرت في حاجه بس بسيطه، حاجه بسيطه هتفهم القصه ديت بتحصل معاهم ليه. ان هم كل ماتش يطلعوا بسكور، بس المره دي كان السكور كبير قوي عشان انت بتلاعب مين؟ بتلاعب فرنسا وصيف بطل العالم وانت اصلا طلب منك لاعب. فليه بقى بيحصل معاهم الكلام دوت؟ لان يا باشا هم يعني هم بلد قد كده، اللعيب اللي فيهم يعني اللعيبه اللي فيها اصلا كل واحد شغال في مهنه، افتكروا كده دول ساعتين حجز بس دوت تصفيات يورو. يعني مثلا انت اللعيب اللي هناك ممكن يبقى ايه دكتور سنان وبيلعب كوره، ممكن يبقى مدرس وبيلعب كوره، ممكن يبقى اكاونتنت وبيلعب كوره، هو اصلا مش بيلعب كوره، مش واخدها مهنه، لا هو ليه مهنه وبيلعب ايه كوره معاها. يعني انت مثلا لما برجع من الشغل كده ممكن العب ايه ساعتين كوره، هو الساعتين الكوره بقى بدول بتوعهم في تصفيات اوروبا، في تصفيات كاس عالم، في حاجه كبيره. يعني يا رب يعني الساعتين بتوعنا يبقوا كده. طبيعي تحصل الكوارث ديت فيهم. يعني ليا طلب بسيط يعني في البلد ديت، انه يعني هاتولكوا يعني فريق بجد، ما يبقاش ايه مثلا الشخص بيعمل حاجتين مع بعض، ياخد فعلا المهنه كوره دي مهنته، ما يشتغلش ويلعب كوره الاتنين مع بعض مش ظابطين، انتوا تفضحوا نفسكم. يا خير ولا خير، كان معاكم زيكا. لو لسه مش متابعني على الفيسبوك تابعني، لو لسه مش عندي على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب